تأسست الدولة العثمانية في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي 1299 ميلادياً على يد عثمان بن أرطغرل الذي يعتبر المؤسس الفعلي للدولة. نشأت الدولة من إمارة صغيرة في الأناضول تركيا حالياً، ونمت تدريجياً لتصبح إمبراطورية عظيمة. مراحل التأسيس والتوسع. 1. إرث أرطغرل قبل 1299 ميلادياً حزين. كان أرطغرل قائداً لقبيلة قي التركية، وقدم ولاءه للسلاجقة في مواجهة البيزنطيين والمغول. بعد وفاته، تولى ابنه عثمان الأول قيادة القبيلة، واستغل ضعف الدولة السلجوقية ليؤسس دولته المستقلة. 2. إعلان الاستقلال 1299 ميلادياً حزين. في عهد عثمان الأول، استقلت الإمارة عن سلاجقة الروم، وبدأت بالتوسع في الأناضول، فاتحة مدناً بيزنطية عديدة. اعتمد العثمانيون على الجهاد والتوسع التدريجي ضد البيزنطيين، مستفيدين من الفوضى في المنطقة. 3. التوسع الكبير، القرن من 14 إلى 15 متراً حزين. خلف أورخان بن عثمان والده ووسع الدولة بفتح بورصة وجعلها عاصمة. في عهد مراد الأول وبيزيد الأول، توسعت الدولة إلى البلقان، مما عزز قوتها. 4. فتح القسطنطينية 1453 ميلادياً حزين. كان الحدث الأهم في تاريخ الدولة العثمانية، حيث تمكن السلطان محمد الفاتح من إسقاط الإمبراطورية البيزنطية. جعل القسطنطينية، اسطنبول حالياً، عاصمة للدولة، مما عزز قوتها وحولها إلى إمبراطورية عالمية. بهذه الطريقة، تحولت الدولة العثمانية من إمارة صغيرة إلى واحدة من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ، استمرت لأكثر من 600 عام حتى سقوطها بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1924 ميلادياً.